دكتور AI قاعد بيعمل الكلام ده كله، لان انت مش محتاج حد اخصائي جراحه، انت مش محتاج حد يشتغل بايده. فالناس اللي بتشتغل بايدها بقى، سواء نجار، سباك، جراح، دكتور اسنان، الناس دي كلها مهنتها ابعد عن الخطر بتاع الذكاء الاصطناعي ان هو يبدلهم عن اي مهنه تانية محتاجه فقط ان انا ممكن اعملها عن بعد. لان طالما قدرت اعمل حاجه عن بعد، معناها انت مش لازم تبقى قدامي، معناها ان انا مش هستعمل الفيزيكال كابابيلتيز بتاعتي، او ايدي مش محتاج استعمل ايدي في اي حاجه، او مش محتاج اي يعني شغل بدني مهم عشان اوصل لك النتيجه. فبالتالي الكمبيوتر يقدر ياخد الاجراء ويخلص الموضوع ده بسرعه وبتكلفه اقل. بص، في 3 حاجات مهمه هتبقى موجوده عشان الموضوع يمشي بسرعه. 1، التكلفة والربحية. 2، الثقة والمصداقية مع التقنية ان احنا نقدر نضمنها. و3 بقى اللي هو ايه، يعني معافرة الناس. هل الناس هتقبل بالموضوع ده، ولا الناس اللي شغالة هل هيعقدوا الامور لصاحب المكان عشان الموضوع ده يخش، فيبدأ ان هو يبطئ عملية او تسارع الاي اي يبدأ يخش في الشغل ولا لا. فال3 حاجات دي مهمة جدا، لان هي دي اللي هتقرر سرعة الادوبشن زي ما احنا بنقول، او ان الحاجة دي فعلا تخش في السيستم.